اول حاجه انا بشكر الاستاذ احمد مخرجنا الجميل والاستاذه شيماء والفريق بتاع ستاند باي، وبشرف بوجودي مع قناه كبيره زي حضراتكم. وعاوز بس اتكلم في حاجه، ان انا كنت طلعت من خلال مسبيرو خبير اعلامي في دوله التشيع، وهناك التلفزيون المصري، التلفزيون هناك كل البرامج بتاعته كانت برامج فرنسيه. فحاولت بمساعده السفير المصري ان احنا نجيب البرامج المصريه. تصوروش قد ايه البرامج المصريه ليها وقع على الناس هناك وبيحبوها، وكانت حاسه ان هي منهم، حاسين ان هي منهم. يعني كنت جبت لن اعيش في جلباب ابي، وكنت جبت افلام اسماعيل ياسين اللي هي قايمه على الحركه اكتر، وكنت بجيب كمان من هيئه الاستعلامات الافلام المصريه المترجمه باللغه الفرنسيه، اللي هم اصلا بيتكلموا فرنساوي لكن اصلا بتاعهم عربي. فكان الاعلام، عاوز اقول في الاخر ان الاعلام له دور كبير قوي 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 في ان هو يوصل الرسائل ويمكن ويدي مكانه للبلد. مكانه البلد بتيجي من مكانه الاعلام بتاعها، والاعلام هو اللي بيدعم لحد كبير مكانه الدوله. انا بدرب طلبه اعلام من اكثر من حوالي 15 سنه. بدرس كليه الاعلام من 2010. في خلال الفتره ديت اتعاملت مع انواع كتير من الطلبه، وكنت دايما حريص ان انا ادربهم قدر استطاعتي، ان انا اوديهم اماكن يتدربوا فيها في مسبيرو، واشتغلت مع الاذاعه والتلفزيون ومع تدريب الافارقه. ومن خلال تعاوني مع دكتوره هبه صراحه كانت دايما بتبقى سند ليا، اللي دايما نجيب الطلبه وهي اللي بتكون المذيعه بتاعت البرنامج. وعملنا مع بعض مجموعه برامج كثيره، من اهمها كنا عملنا مع الطلبه مشروع راديو على النت، راديو نت. فجبنا المجموعات بتاع الطلبه وعملنا بيهم مسابقه لاحسن اداء واحسن صوت واحسن راديو واحسن برنامج، وعملناه وقدمناه خلال لجنه التحكيم. وكنت انا عضو فيها، وكل كانت دي بتطلب اسرع عن طلبه كتير قوي. فانا كنت بقول بس ان كل ما الطلبه تلاقي او الشباب يلاقوا حد بيدعمهم وحد بيقف معاهم وحد بينور لهم الطريق، ده بيساعدهم اكتر ان هو يديهم طاقات ان هم يكملوا، مش بس ان احنا بننصحهم ان هم يبقوا مجتهدين وكده، وده طبعا حاجه مهمه، لكن برضه لما يكون طالب محظوظ ان هو يلاقي حد يقف جنبه ويساعده وان هو يديله دعم. فالدعم ده مهم جدا. غير كده بقى دلوقتي يعني اسمحوا لي اقول ان الاعلام بتاع زمان اللي هو كان قايم على ان هو شكله حلو وشكله جميل، ده ما عادش هو البارامتر الاول في الاختيارات. دلوقتي بقى في الاعلام الجديد ان هو عاوز الخبر في اهميته، مش الخبر مش شكل الصوت بس ومش شكل الجمالي بس، لا ده يهمه ان هو يقدر يعني يتعرف على الرسائل دي. وهضرب لكم مثلا، لو لا قدر الله في ليبيا في حدث بيحصل هناك، والمصريين اللي هناك هيطلعوا من ليبيا وهيجوا على مصر، صاحب القناه الفضائيه بعت فريق من عنده علشان يغطي هناك. الفريق دوت مكون من مخرج ومصور ومعاهم المذيعه او المذيع. نتيجه الاوضاع اللي هناك كل الفريق ده كله بالغازات اللي بيشمها اغمى عليه، ما فاضلش غير المذيع. ينفع المذيع يقول انا مش قادر ابعت الرساله ديت؟ ما ينفعش، اللي هو لو ما بعتهاش غيره هيبعتها، قناه ثانيه هتبعتها، فهتضيع الفرصه وهيضيع الصف. فلازم يبقى المذيع يعرف يعمل كل حاجه. اللي هو المذيع بتاع النهارده او الاعلام بتاع النهارده اعلامي ولا منشور، اللي هو يقدر يسجل، يقدر يعمل لقاء، يقدر يعمل اعداد، يقدر يبعت رساله كمان، رغم ان في المنطقه دي الحدوديه مفيش شبكه موجوده، مفيش ارسال مصري موجود، لكن من خلال التقنيات الجديده ان هو يقدر يبعت القناه الفضائيه من خلال الدش، ويقدر يوصل الرساله بتاعته توصل بسرعه مثلا الفضائيه المصريه، لقناه النيل. فالمهم يقدر يوصل الرساله بتاعته بسرعه باستخدام التقنيات دي، ويقدر يعمل كل ده لوحده. فاعلان من منشور ده اللي انا بحاول انصح بيه الشباب النهارده، ان هو يقدر يشغل الميكسر، يقدر يشغل الكمبيوتر ويمنتج، هو اللي يمنتج بنفسه، ويقدر يصور ويقدر يعمل رساله اعلانيه
ونطلع في الاخر المنتج هو اللي عامله. وخصوصا دلوقتي اللي قايمين على وسائل الاعلام في المدينه هم رجال اعمال، فرجل الاعمال عاوز يخلص عنه بالعماله وعاوز يخلي الكل في واحد، فالكل في واحد ده يبقى هو الاعلامي او هو المذيع. ف يعني انا بدعو ان كل واحد يشتغل على نفسه بحيث ان هو يقدر يعمل الكل في واحد، او يبقى اللي هي الوان مان شو. نصيحه غاليه جدا جدا. اثناء دي على فكره فعلا في الاعلام الافضل. شاب من احلى اعضاء فريق سامي بايد اللي احنا شايفينه. احنا بنستخدم